نعمل حبة فول بقوطة نفطر بيهم يا بنات، حكاية. ايه رأيكم؟ جهزت بصلتين هقطعهم وارجع لكم. وهنا كده هقطع لكم البصلة. انتوا عارفين انا بحب اقطع البصلة بيجي قوي. هي ايه البصل، السكينة حامية. انا احب اقطع البصل كده يا بنات. وهنا كده حطيت شويه سمنه وشويه زيت، لان الفول بقوطه بيحب الزيت يا جماعه. تمام. وده هيبقى احلى فطار من بيتنا. اكمل وارجع لكم. انا بحب الفول بقوطه، بحب الطماطم مقطعه مش بالخلاط. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا روايحك يا ام امل، يا روايحك يا ام امل الجميله، احلى فطار. دلعي نفسك كده واعملي فطارك في البيت كده بايديك يا حبيبه قلبي. تتسبك وارجع لكم. هنا كده حطيت الفول، ونحط كده قرنين فلفل مشطشطين عشان نشطشط الفطار كده. بس بالصلاه على النبي. عايزين نغير زينا بقى من اللحمه والفراخ، ناكل اكلات حرشه كده حلوه. وهنا حبايب قلب ام امل عملنا الفول الجميل، الفول المشطشط. بصوا بقى، عملت فول، حمرت فلفل وحمرت بتنجان. ده يبقى جاهز. وجبت طعميه جاهزه، واحلى فطار كده، احلى فطار بيتي ده كده. يلا شير ولايك ودعوه حلوه لام امل حبايب قلبي، تسلمولي. احلى فطار كده مع ام امل حبيبه قلبكم. يلا عايزه شير ولايك ودعوه حلوه ولكم والمثل منها. يلا حبايب قلبي، فطار بسيط وخفيف وعلى قد الايد. فول بقوطه عاملاه طبعا انا مصوراه لكم في البيت، جميل. هو ده الاساس الفطار عندي.